النهاردة معانا الفستان ده هنعمل له إعادة تدوير. يا ترى ممكن نطلع منه ايه وايه الفكرة اللي احنا نفذناها النهاردة؟ ما تيجوا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معنا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، يا ريت تنال اعجابكم. بتمنى تتابعوني تتابعوا الفيديو للاخر عشان هتنبهروا بالنتيجة. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن إعادة تدوير والافكار البسيطة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة خدنا الفستان، ابتدينا ان احنا نفكه جزء جزء زي دايما ما اتفقنا ان احنا في الفستان بنحاول نطلع كل الاجزاء اللي فيه سليمة، بحيث ان احنا نستفاد من كل جزء فيها. هنا الفستان ده كان معانا الضيقة على صاحبته، وفي نفس الوقت هو قماشته طرية جدا وجميلة. فكرنا ان احنا نعمل منها سلوبة اطفال، وفكرنا ان احنا نعمل منها فستان، بس العميلة كانت حابة اكتر سلوبيتا، فابتدينا ننفذ الفكرة على اساس السلوبيتا. وحبينا في نفس الوقت ان كل الشغل اللي على الفستان نستخدمه في السلوبيتا، بحيث ان السلوبيتا ما تحتاجش لاي شغل زيادة او اي حلية نزودها عليها بالنسبة للسلوبيتا بما انها اطفال وكده. فابتدينا ان احنا نفك الاجزاء، وهنا كنا بنشوف هل هنعمل منه فستان ولا نعمل منه سلوبيت. السلوبيت هنا كانت هتبقى اقصر شوية في الطول بالنسبة للبنوتة، فحاولنا ان احنا نعملها اطول ما يكون، وان احنا نوفر في القماش في القص بحيث ان نوصل لانسب طول ممكن في رجل السلوبيت. ابتدينا ان احنا نفك الاجزاء زي ما اتفقنا ان احنا هنستخدم كل الاجزاء دي عشان نحاول نهدر منها اي حاجة. هدفنا يا جماعة دايما هو ان احنا ما نهدرش حاجة، ونستخدم كل حاجة حوالينا. كل حاجة ممكن بالنسبة لك ملهاش قيمة، في وقت من الاوقات هيبقى ليها قيمة، او بالنسبة لشخص تاني بيبقى ليها قيمة. بس انت لو عيتي تدويرها وابتديتي تشتغلي عليها، اكيد هتطلعي منها حاجة مفيدة تستفيدي منها وتفيدي منها اللي حواليك. إعادة التدوير هي مبدأ حياة. هنبتدي مع بعض هنا، نبتدي ان احنا نقص الأجزاء اللي احنا طلعناها زي ما انتم شايفين. حتى هنا برضو الجزء، طبعا السلوبيتا دايما بتحتاج سوستة كبيرة بالنسبة للأطفال كمان، عشان طبعا التويلت وكده، فدايما بحب اركب لها سوستة لا اما كبيرة لا اما زراير بادئة من الأمامي من فوق لحد نهاية السلوبيتا. ابتدينا هنا هنقص الأجزاء بتاعتنا. طبعا الجزئين بتوع الشغل دول هيبقوا بالنسبة لنا عند الكتاف، والجزء ده عند الوسط. انا ركبت السلوبيتا كاملة مع بعضها، بس كان الشغل كله او الاساسي بالنسبة لي هي الجزء اللي في ايدينا ده. الجزء ده اللي هو الجزء الاسفل من الفستان، ابتدينا ان احنا نقسم بيه الطول بتاع البنوتة مع السلوبيتا، ونحاول نوفر على قد ما نقدر زي ما اتفقنا ان احنا نطلع رجل السلوبيتا اطول ما يكون. ولو وصلت معايا بالفيديو لحد هنا، بتمنى يكون عاجب الفيديو، بتمنى تدعمينا بلايك وتتابعيني على صفحاتي على السوشيال ميديا، على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، ويا ريت تفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة، وهسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. بعد كده بقى ابتديت ان انا اقص الاجزاء بتاعه السلوبيتا. طبعا ده قص السلوبيتا زي ما اتفقنا ان دايما يا جماعه القص هنا بالنسبه لي اكتر من انه تعليم، ان انت ممكن تعمليه بطريقه غير احترافيه تماما والفينش يطلع افضل ما يكون. ان انت لو عندك بنطلون او سلوبيتا تقصي عليها زي ما انت شايفين هنا. بحاول اقرب لك الافكار، ان انا ببين لك ان يعني محيط القص بالنسبة لي قد ايه. انما انت لو عندك حاجة وحابة تقصي عليها هيبقى اسهل بكتير وافضل وموفر ليكي جدا، ونسبة الخطأ هتبقى اقل. بالنسبة للجزء ده، ده الجزء الامامي هيبقى مختلف طبعا عن الخلفي، لان الخلفي هيبقى فيه سوستة. تمام، فانا هنا حبيت اوضح لك النقطة دي. بعد كده بقى الجزء الامامي طبعا مش هيبقى فيه سوستة، فهيبقى اقل اللي هم 2 سنتي بتوع السوستة بس مكان تركيب السوستة فقط. الجزء ده مهم برضو يا جماعة، لان زي ما اتفقنا السلوبيتا بتحتاج مكان اللبس بتاعها يبقى
يعني كبير، سواء انت مثلا عملتيها زراير امامي او سوستة امامي، في الحالتين لازم ان انت هتعمليها حجم كبير عشان خاطر يبقى سهل بالنسبة للأطفال. طبعا الأمهات فاهمة النقطة دي كويس جدا. اما بقى بالنسبة للجزء اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو احنا هناخده بحيث ان هو تبقى حلية مميزة ومناسبة للفستان للسلوبيتا. هيبقى الجزء ده هناخده هنا وهنعمله، ده عملناه مع بعض قبل كده في الفساتين. الشغل ده يعتبر مش جديد، بيتكرر معانا كتير، بس الفكرة في التنفيذ. الفكرة ان انت تاخدي الفكرة وتحاولي تنفذي منها على قد ما تقدري، او تديها لحد يكون قريب منك يحاول ان هو يساعدك في تنفيذ الفكرة. صدقوني يا جماعة ان انت تطلعي شيء من لا شيء جميل جدا. صدقيني لو انت جربتي الفكرة هتعجبك جدا. هتحاولي تبتدي تبتكري، تبتدي تفكري في حاجات كتير حوالينا. انا هنزل لكم افكار تانية كمان عن حاجات تانية بخلاف القص، وبتمنى الفكرة تكون عجبكم. هنا نكون وصلنا للستروبيتا، وهي دي النتاج الأخير للشغل اللي معانا. زي ما انتم شايفين ده كان فستان وحولناه لسلوبيتا. بتمنى تعجبكم الفكرة، تستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، ولو نفذتوا الفكرة يا ريت تبعتولي صور ونشاركها على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله. سيبكم بقى السلوبيتا، بتمنى تعجبكم.